هاتريك في هذه المباراة الكابتن وليد أزارو لاعب النادي الأهلي. كابتن وليد ازيك؟ الحمد لله. مبروك. ربنا يخليك يا حبيبي. يعني نقول النحس اتفك، كان الكل بيقول وليد أزارو منتظرين منه أهداف، منتظرين منه أهداف. وليد أعلن عن نفسه مع الأهلي، رفقة الأهلي خلال هذه المواجهة ب3 أهداف صعدت بالأهلي إلى المباراة النهائية. الحمد لله، ده توفيق من عند ربنا. وبشكر اللعيبه اللي كانت بتدعمني والجمهور اللي كان بيدعمني عشان اجيب جوال. هي مساله وقت بس، وانا مش ممكن اتخانق مع قدره ربنا عشان اجيب. انا كل ماتش ده انا يعني مش يعني هو انا مش عاوز اجيب جوان. اكيد طبعا عايز تجيب جوان، عاوز اجيب جوان، بس هي قدرة ربنا والحمد لله اتفرجت، واللي جاي احسن ان شاء الله. كلمة السر النهارده ايه في الفوز من وجهة نظرك؟ اولا بشكر اللعيبه على المستوى ده، وبشكر الجمهور اللي ساندونا من اول دقيقه لاخر دقيقه. لعيبه دخلوا بتركيز من اول دقيقه لاخر الماتش. كنا مركزين واستغلنا الفرص اللي جاتنا، والحمد لله بقى على التعادل، ولسه ما عملناش حاجه. لسه قدامنا النهائي نفكر فيه، ننسى المقابله دي ونشوف المقابله الجايه ان شاء الله. شايف ازاي الوداد في المباراه النهائيه؟ واي واحد بيوصل النهائي اكيد انه خصم قوي. مقابله مش هتكون سهله. وزي ما قلت لك احنا ننسى المقابله دي ونشتغل تاني ان شاء الله عشان نلعب النهائي ان شاء الله. الف مبروك. ربنا يخليك يا حبيبي. إذا كان هذا لقاء مع وليد أزارو صاحب هاتريك اليوم خلال هذه المواجهة التي انتهت بفوز الأهلي ب6 أهداف مقابل هدف للنجم الساحلي. وهذه عودة إليكم في الاستوديو، وسنعاود مع نجوم آخرين من نجوم الأهلي وأيضا من نجوم النجم الساحلي. الشكر.